السلام عليكم. تعالوا نعمل شارت زي ده كده في كل البيانات في أقل من 5 دقايق إن شاء الله. تمام. أول حاجة زي ما احنا شايفين الشارت ده نقدر نغير البرسنتج بتاعته. دي عبارة عن مقارنة ما بين فودافون وأورنج، طبعا أرقام تخيلية في نسبة الحاجات اللي بيعملوها زي السيم كارد والديفايسز والحاجات دي. الأول هنعلم على الداتا بتاعتنا كلها، ندوس على insert، نختار الشارت اللي هو ال 2D. تمام. بنكبر الشارت شوية عشان نعرف نشتغل عليه. نبتدي نغير الألوان، هنسيب اللون الكحلي ده زي ما هو، نيجي عند الأورنج ده عشان تبقى ألوان متناسقة، بس هنخليه جري فاتح. تمام. هنمسح الحاجات اللي تحت دي ونمسح البوينتس اللي موجودة. ناخد اسم الشركتين كده نسحبه لفوق، وهنشيل الأسامي دي بتاعت الحاجات اللي هما بيقدموها، يعني الخدمات اللي بيقدموها. هنشد اللي تحت كده الشورت بتاعنا. هنعمل بقى نحط الداتا بار، ندوس اد داتا بار، نحط الارقام دي تظهر لنا في الجراف بتاعنا. تمام. نلونها ونقعد نغير الالوان نخليهم جواهم في المكتب. تمام. ونفس النظام في الناحية التانية في الشركة التانية، كل اللون يبقى غامق شوية، ممكن اسود. تمام. ونكبره اللي هو نعلم نديله بولد ونكبر كده. احنا اولموست يعتبر خلاص. نكبر برضو اسامي الشركات شوية كده. ندخل بقى على موضوع ان احنا عايزين نحط الاسامي الخدمات اللي بيقدموها دي فوق كل شارت من الحاجات دي. هندوس insert text box، نعلم على التكست بوكس هنا كده فوق الشارت الاولاني، ومش هنكتب في الفورمولا بار يساوي، ونكتب اسم الخدمة اللي بيقدم. تمام. يساوي، ونختار الخدمة من المكان ده. تمام. بعد كده هنروح جاي واخدين التكست بوكس، نحاول ندوس كنترول ونقل. معلش انا بس ما بشتغلش بماوس فبيرخم ساعات كده. فهناخده نعلم عليه وندوس نهولد على كنترول ونسحبه لتحت بالظبط، ونسحبه تاني نعلم عليه. معلش يا جماعة بس الماوس ما عنديش ماوس، فهو بيشتغل من التاتش بقى بتاعت اللابتوب. هنسحبه كنترول ونسحب، ونفضل دايسين كنترول لغاية لما ننزل تحت. هنعمل لهم تنسيق بقى، نظبطهم يعني نجيبهم كلهم كده على الشمال. ونكنترول عليهم كلهم، ندوس كنترول ونختار واحد واحد الأربعة مع بعض، علشان نحاول نخلي إيه، التنسيق بتاعهم يبقى كله مرة واحدة، يعني نعمل التنسيق عليهم كلهم مرة واحدة يسمع معاهم كلهم. تمام. وهنا طبعا بنغير الداتا، يعني بنغير، احنا عايزين نغير اسم الخدمة. فاحنا أول سيل كانت مثلا رقم 4، التانية بتبقى رقم 5 و6 و7 وهكذا يعني. نبتدي بقى نعلم عليهم، ندوس كنترول نعلم عليهم كلهم. نغير بقى اللون بتاع الخط بتاعهم، نكبرهم ونظبط الدنيا فيهم. اعمل بولد واعمل لها كنترول اي بحيث ان هو يبقى الكلام مايل. هنا بقى الشورت تايتل، هناخد بقى العنوان اصلا بتاعنا اللي هو بيست تو اوبريتورز ان ايجيبت. كنترول في، نعلم برضه نغير لون ونخلي الكلام بولد. تمام. بعد كده بقى هنيجي نعمل باك جراوند للجراف ده علشان يبقى شكله كويس. فهندوس هنعلم على الجراف ده، هندوس فورمات في الفايل، هنيجي على الباك جراوند نختار اللون ده. تمام. هنشده كده بس سنة صغيرة تحت. بعد كده نيجي هنغير الاوتلاين اللي هو البوردر بتاعه، هندوس برضو على شيب
على الفورمات شيب اوت لاين، نختار اللون الاول نخليه كوبلي، بعد كده نيجي على شيب اوت لاين نختار دوت بالظبط. ممكن بقى نغير في الارقام كده، نتفرج على الجراف شكله هيبقى عامل ازاي بالظبط زي ما انتم شايفين. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وشكرا لكم جدا. سلام عليكم.